طوبى لمن حج بيت الله واعتمر وطاف سبعا وفي إحرامه اتزر. يا فوز من عاد لا فسقا ولا جدلا، ويا سعد من فمه قد قبل الحجر. وعانق الركن بالكفين ملتزما مناجيا من يرى ما جل أو صغيرا. نرحب برئيس الملتقى العمري العراقي IUF الأستاذ وليد الزبيدي ومدير شركة المسل للسفر والسياحة. وأهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ ياسر، نورتني. ما هي فترة التحضيرات أستاذ إلى هذا الملتقى؟ تحية طيبة لجنابك الكريم وشكرا جزيلا على هذه المقابلة الرائعة. بدءا شركتنا شركة المسل للسفر والسياحة هي شركة سياحة وسفر. من ضمن نشاطاتها هو تنظيم المعارض السياحية. عندنا معرضين في السنة، هو ملتقى العمرة العراقي السنة الثانية على التوالي، وملتقى السياحة العراقي النسخة السابعة كانت في شهر 3 الماضي. بعدين راح أسألك عليه، هذا استوني دريت فيه أنا. فإحنا يعني تخصصنا في تنظيم المعارض السياحية كانت سياحية أو دينية. هذا الملتقى حقيقة أو كل ملتقى يكون عندنا إعداد العمل في الملتقى بالمشاركين إلى تنظيم لوجستيك يحتاج إلى 90 يوم تقريبا 3 أشهر. نبدأ نستلم القاعات قبل 10 أيام من بدء المعرض. يبدي الشركات الديكورات تعمل 10 أيام على من الصباح إلى المساء، يعني إلى أوقات متأخرة من الليل، طبعا مع وجود كادرنا الرقابي على هذه الشركة حتى يكون التنظيم العالي والكواليتي العالي وكل التفاصيل. فتقدر تقول 100 يوم عمل متواصل على كل ملتقى. أستاذ وليد، ما هي الصعوبات التي تواجهها في إقامة مثل هكذا ملتقى؟ والله شوف، طبيعة التنظيم مو سهلة بصراحة. يعني أنا عندي المشكلة الأولى هي موضوع التأشيرات الدخول للعراق، هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية هي آلية الحجز للشركات والتسجيل، مرات تأتي في أوقات متأخرة. يعني يوم مثلا احنا باقي على المعرض 10 أيام أو 5 أيام تسجل الشركات أو تحجز، بعد ما نقدر نحصلها تأشيرات دخول العراق، وهذا مشكلة كبيرة. مع العلم يعني احنا دخل العراق في مجال الفيزا الإلكترونية، وهذا فد إنجاز كبير نعتبره، لكن نلاحظ اكو تأخير كبير. وتعرف اليوم الشركة المشاركة يجب أن تحصل على تأشيرة الدخول حتى يشارك. بالتالي هذا يعني شركة صار في ديكور ومساحة وحاجزين فنادق، بالتالي إذا ما إجا فراح تصير إشكالية علينا احنا كشركة باعتبار ما وفرنا لهم. الشركة وكشركة تمثل العراق طبعا يعني فعندنا إشكالية. يعني أنا أتمنى من خلالك وأتمنى من السادة المسؤولين أن يضعون مثلا فد آلية لشركات تنظيم المعارض، فد آلية مبسطة أو يسيرة أو يعني أي طريقة بحيث تكون تأشيرات سريعة. يعني التعاون موجود من قبل الجهات المعنية. حقيقة إذا تكلمنا عن هذا الملتقى فهي الجهة الراعية، الجهة القطاعية هيئة الحج العمرة بالعراق، وسماحة الشيخ سالم المسعودي داعم كبير في هذا المجال، وعلى مدى الأوقات الماضية للتنظيم متواصل معنا. والرجل كان يوم أمس موجود وتكلم بكلام يخص الشركات العراقية المشاركة ورحب بالشركات السعودية، وكان داعم كبير مع الأخوان في الهيئة العليا للحج والعمرة واللجنة المساندة إنه متواصلين الجهد الإعلامي. حقيقة إنجاز كبير، يعني نعتبره شركاء احنا معاهم في هذا النجاح، باعتبار هي الجهة القطاعية الهيئة العليا، ومن خلالها الهيئة العليا إنجازاتها هي اللي خلت عندنا حافز أن ننظم هذا المعرض. اليوم إنجازات الهيئة كبيرة حقيقة، يعني خصوصا بالعراق حصل بالسنتين الماضيتين هاي السنة والقبلها على جائزة لبيتم، وجائزة لبيتم تعطى للبعثة الأكثر تنظيما، يعني من خلال المركز الأول في بعثات الحج الإسلامية. أستاذ وليد، ما هي الفائدة من تقديم مثل هكذا ملتقيات بين الدول العربية؟ أستاذ ياسر، أكيد جنابك إعلام وتعرف اليوم كل شيء يحتاج إلى تسويق، أي مادة عندك تحتاج إلى تسويق. اليوم شركات السفر والسياحة وشركات العمرة والفنادق في المملكة العربية تحتاج إلى تسويق منتوجها.
السوق الأكبر بالمنطقة هو السوق العراقي، يعني حسب ما نعرفه من بيانات من المملكة العربية السعودية، السوق العراقي سوق أكبر بالمنطقة، خصوصا بعد حصول العراق على الموافقة بتفويج المعتمرين عن طريق البر، زاد أعداد المعتمرين. هذا الشيء يحتاج تعاون بين الشركات السعودية والعراقية على تنظيم المعارض، تنظيم البرامج، التنافس في الأسعار. عفوا، حتى كانوا من غير دول هنا يعني احنا عندنا ضيوف شرف من الجزائر، من الأردن، من مصر، من إيران، ضيوف شرف، لكن كشركات مشاركة حصرا يعني شركات المملكة العربية السعودية، إن كانت فنادق أو شركات تنظيم أو شركات حج وعمرة أو شركات نقل أو حتى شركات إعاشة، كلها موجودة. وتم التعاقد مع الشركات العراقية، اللي عنده عقد سابق جدده، اللي يعرف شركة جديدة يشتغل معاه. هذا راح يكون لك عمل تنافسي شريف بين الشركات، وبالتالي يخدم المعتمر العراقي من حيث السعر، من حيث الجودة، من حيث الكواليتي، من حيث الخدمات، من كل التفاصيل. موفق ان شاء الله. هسه سمعنا من الضيوف احنا، وانت تحدثت فيه وقلت لك هسه راح نجيبه للسؤال، اجى وقته. سمعنا من الضيوف انه هذا مو اول ملتقى تقوم بتقديمه، حيث هناك ملتقى اخر تقوم برئاسته وتشرف على تنظيمه، وهو تستقطب الشركات. طبعا هو 7 سنوات صار له. ملتقى السياحة العراقي أسس عام 2016 وتوقفنا 2021 بسبب جائحة كورونا، واستأنفنا في 22 وكان 24 نسخة السابعة في أرض معرض بغداد الدولي قبل تقريبا شهر 3 في هذا المكان، وكان برعاية وزارة الثقافة والسياحة، وكان الرعاية الأولى والداعم الأول دولة رئيس الوزراء، وحضر السيد المستشار يمثل دولة الرئيس في الملتقى، وكذلك معالي الوزير والسيد رئيس الهيئة والسادة في الهيئة العليا، عفوا هيئة السياحة، وشركات كبيرة. طبعا 2016 بدأنا ب 25 شركة، عام 2024 احنا عندنا 106 شركة مشاركة، نعتبره إنجاز. أنا أعتبر حققت إنجاز كبير في واقع السياحة العراقي. فتحنا محطات جديدة، يعني كانت شركاتنا العراقية ما عندها تعاقدات مع شركات مثلا على سبيل الإمارات، دبي، تونس، جورجيا، أرمينيا، أذربيجان، مصر، تركيا طورنا بيها، إيران. كل هذه المحطات كان الملتقى إلى البصمة الأولى فيها من خلال استقطاب الشركات في هذه الدول للعراق، وبالتالي عمل شركاتنا بالدايركت مع هذه الشركات بدون وسطاء وبدون أي تفاصيل أخرى، وحققنا نتائج طيب واستقطبنا شركات، ولا زلنا إن شاء الله مستمرين على هذا. طبعا هذا الملتقى حسب ما تحدثت أنت أنه يسهل هواي على هاي الدول كلها وعلى الشركات العراقية. طبعا أنت اليوم كشركة بالعراق يهمك تفتح شغل على مجموعة دول. هذا الشغل أنت لازم تروح تسافر وتقضي وقت، بعد لك يعني أكثر من 10 دول، وقت طويل. بينما إذا الشركات كلها تكون عندك في بغداد وأنت صاحب السوق، الشركات تجي ليمك، فيصير التعاقد. حتى شركات طيران، شركات تأمين، كل ما يتعلق بموضوع السياحة، كل ما يتعلق. وعام دعوته هذا لكل دول العالم، يعني شركات أوروبية، شركات آسيوية، شركات عربية، شركات إفريقية، من كل دول العالم، شركات عراقية كبرى، شركات طيران، شركات تأمين، سياحة علاجية، سياحة أثرية، سياحة دينية. ملتقى السياحة العراقي يدعو كافة الشركات التي تعمل في كافة مجالات السياحة للعمل، والحمد لله يعني احنا إن شاء الله في طور البدء بعد ما نخلص في تنظيم أو البدء بتنظيم النسخة الثامنة. حسب ما سألت من الأشخاص المقربين منك أنه أكو تحضيرات على ملتقى ثامن. والله هو احنا اليوم آخر يوم ملتقى العمرة، نعطي رئيسة الشباب يوم 3 وإن شاء الله نبلش بالنسخة الثامنة. يعني كان هذا الحكي صحيح؟ أنا وقعت عقد مع معرض بغداد الدولي من 6 أشهر، وموافقة هيئة وزارة الثقافة والسياحة، وإن شاء الله نحصل على دعم وموافقة دولة رئيس الوزراء لدعمنا، ونبلش إن شاء الله بجولة مكوكية
في بعض الدول لإن شاء الله استقبالهم في العراق. وأنا حقيقة في هذه الدورة أحاول أستهدف الشركات الأوروبية. اليوم الحكومة توجهها على السياحة الأثرية. العراق تعرف يمتلك حضارة تمتد 5000 سنة قبل الميلاد، وهذا يحتاج إلى أن احنا نستقطب مجاميع كبيرة لآثارنا بالعراق. آثارنا كبيرة جدا. اليوم الحكومة مهتمة بهذا الجانب، فاحنا راح يصب اهتمامنا على الشركات الغربية اللي تحضر العراق حتى يتعاقدون مع شركاتنا العراقية لاستقطاب عدد أكبر من الزوار الأوروبيين والأجانب. وخصوصا الحكومة قبل كم سنة أصدرت قرار بمنح تأشيرات دخول في مطار بغداد on arrival للاتحاد الأوروبي والاستراليين، أعتقد الكوريين، 37 دولة ومن ضمنها دول الخليج العربي فيزهم في المطار. وهذا إنجاز كبير حقيقة يحسب للحكومة. هذا يعزز من عملنا مع هذه الشركات إن شاء الله. حسب ما التقيت بضيوف مشاركين وجدت أنه كثير يعني متفائل وفرح لأنه تم تعاقده ويا عدة شركات من خلال الملتقى اللي أنت مسويه. فأغلبهم اللي ملتقي يعني المشارك بالملتقى الأول تمت مشاركته بالملتقى الثاني، واللي مشارك اللي سألتهم بالملتقى الثاني أنه يتمنى أن يكون بعد ملتقيات لأنه كثير يعني فائدته كثيرة بالنسبة لهم. والله أشوف يعني احنا بكل شرف وبكل فخر احنا الوحيدين في العراق كشركة اللي ننظم هكذا معارض، واعتقد برأي الجميع ما نقدر نستبد لو ماكو نجاح اكيد، بس هذا النجاح يجب ان يكون كل سنة اكثر من اللي قبله حتى تحافظ على نجاحك. اليوم الوصول الى نجاح سهل لكن الحفاظ على نجاح صعب. بالتالي احنا ما قدرنا نوصل هاي المرحلة لولا تراكم الخبرات اللي عندنا. احنا اصلا شركة سياحة وسفر، يعني احنا شركة المسل لسه سياحة، يعني نحضر معارض عالمية في كل دول العالم وكذلك مؤتمرات دولية، وعندنا خبرة جيدة تكونت عندنا هاي الافكار، وهذا شيء واجهة للعراق حقيقة. يعني احنا في عام 2016 17 تعرف لا زال كان وضع التنظيمات الارهابية داعش مقلقة للبلد، وفي هذه الايام احنا استقطبنا شركات. هاي الايام استقطبنا شركات، يعني تعرف انت الانتصار الكبير صار نهاية عام 2017. احنا قبلها بسنتين عندنا ملتقيات 2 شركات جيدة، فهذا نعتبره انجاز. اقنعنا الشركات الحضور الى بغداد وعمل مع الشركات العراقية، فهذا انجاز. الحمد لله كثير من الخيرين والطيبين يعني يساعدونا. وزارة الثقافة والسياحة داعمة، ان هيئة السياحة داعمة ان بهذا المجال، لكن نحتاج دعم اكثر من عندهم. شنو اللي تحب توصله لك 30 ثانية وعلى الكاميرا ان توصله اللي انت تعاني منه او اللي تريده يصير؟ والله انا موضوع التأشيرات جدا مأذينا حقيقة، واتمنى في كل ملتقى كجهة قطاعية متخصصة ان تساعدنا في الدعوات الى الشركات الأجنبية والعربية. لما تجي الدعوة من وزارة الثقافة والسياحة العراقية تكون لها أثر أقوى واطمئنان أكثر، فبالتالي تحضر شركات كثر، وهذا ما يعزز موقفنا ويطورنا أكثر وأكثر. هاي معاناة يعني إن شاء الله المعاناة نتجاوزها والحمد لله. إن شاء الله نتجاوزها. وشكرا لك أستاذ وليد، والضيوف والمشاركين طبعا سعيدين جدا، وتحية طيبة لك. ونختم حلقتنا ونقول طوبى لمن يخدم معتمرا. شكرا لك أستاذ وليد، حياك الله، ولي الشرف. حياك الله أستاذ.